بعد نفي إسرائيل علمها بوجوده في القاهرة قبل أن تصدر عائلته بيانات تؤكد براءة جرابل من تهمة التجسس. هذا الشاب بالتأكيد لم يتجسس، هو الآن في نطاق اختصاص القنصلية الأمريكية منذ أن دخل مصر بجواز السفر الأمريكي. نحن مستمرون في جهودنا وعلى اتصال بالمصريين والأمريكيين. الخارجية الأمريكية أكدت أن سفارتها تتابع القضية وأنها على اتصال بالسلطات المصرية. لم تتأخر السلطات المصرية في السماح بالتواصل مع مواطن الأمريكي، وكما ذكرت أنهم لم يضطروا إليه. أسرة جرابل تصر على أنه ذهب إلى مصر في شهر مايو أيار الماضي، وأنه كان دارسا للغة العربية وتاريخ الشرق الأوسط، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بقولها إنه مناصر للقضية الفلسطينية رغم أنه خدم في الجيش الإسرائيلي وأصيب بجراح في حرب لبنان عام 2006. وتضيف والدته إنه ذهب إلى مصر بهدف العمل مع مجموعة خيرية قانونية. إنهم يعرفون أنه إسرائيلي وأنه خدم في الجيش. لا أعرف لماذا يعتقدون أنه جاسوس لأنه ليس كذلك. وقالوا في الإعلام إنه زار مصر قبل الثورة في شهر فبراير شباط الماضي، وهذا غير صحيح. لقد ذهب إلى هناك في 10 من مايو أيار للقيام بعمله. إنه يحب التحدث بالعربية ويحب الثقافة ويحب الناس هناك، ولكنه ليس جاسوسا. كما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن أليعازر أن اعتقال جرابل في مصر بحجة قيامه بالتجسس لصالح إسرائيل بأنه عمل يليق بالهواة، هدفه الإثبات للشعب المصري أن السلطات المصرية لا تزال تعمل على ضمان أمن الدولة. أما السلطات المصرية فتقول إنه كان يسعى لتجنيد عملاء ومراقبة أحداث الثورة المصرية، وكان له يد في أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة. ياسر البرديسي، BBC. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 10